تعاني من تساقط شعر او صلع وراثي بدائي او صلع هرموني او قشره بشعرك، قسم بالله ما له غير زيت العشبه وشامبو العشبه. وحق القران هاي التجارب اللي جاي تشوفوها قدامكم لناس حقيقيين استخدموا الشامبو والزيت العشبه واستفادوا عليه من ناحيه منع التساقط وانبات الشعر. يا جماعه اللي كان موصيني على الصابون البحري لتبييض البشره وازاله التصبغات وصل 3 صابونات بسعر 20,000 والتوصيل. السلام عليكم، شلونكم؟ شو اخباركم متابعين الكرام؟ ربي يحفظكم وياكم نبيل موسوي. هواي منكم شاف هذا الاعلان، شوفوا بنات هذا مورد للكل. اوكي اي نعم يستعمل هذا اي باعوا بنات ضغطه بسيطه وتوزعين عليك. هذا الاعلان مال مورد، تمام؟ نشرته بنيه صاحبه كوزمتيك تسوي اعلان لمنتجاتها، تمام؟ الناس اخذوا هذا المقطع وانتقدوها، وحتى قنوات فضائيه واعلاميين انتقدوها على انه اسلوبها مو حلو بالاعلانات، تمام؟ وحتى بالتعليقات طالبوا بمحاسبتها. البنيه طلعت وقالت انا ما مسوي شيء، انا جاي اروج المنتج وكل الناس تعرف انا طريقتي شويه غريبه بالاعلانات، لكن انا ما باذي احد. وقامت تبكي خطيه. شوفوا المقطع مالتها وتكتبون رايكم بالتعليقات. لو في شيء مثلا يأذي النفسية او يخدش الحياة، اني ما انشره. اني هم اخاف على سمعتي، ترى اني هم بعدني بنية حالي حالكم. يعني هل يعقل انه اني هني يسمحوا لي انشر الفيديو؟ يعني هو الفيديو فكاهي، بدل ما اقول مناطق اني قلت كل ليش حتى ما يعني حتى يصير فيديو فكاهي، نوع من انواع الترويج للحساب او للكوزمتيك مالي. يعني والله العظيم اني ما قلت شي، ترى يعني اني ما سبيت العنب بنات، يعني اني ما حكيت كلام غلط. يعني انتو يعني هو طريقة ترويج، انتو تعرفون اني طريقة ترويجي تختلف عن بقية البيجات، كل واحد طريقة ترويجه. يعني هسه مثلا اكو يعني مثلا اكو فد واحد مثلا عنده فد منتجات، اني دا اشوفه دا يروج على منتجاته بهاي الطريقة، اني مالي حق اني احكي عليه، تفهمون؟ فكافي اني صحتي تعبانة، كافي ابداع بعزيز قلبكم، كافي ذمة عليكم اليوم الدين، كافي. يعني اعتبروني مو انسانة عمي، اعتبروني طفل. دا اقول لكم صحة ما عندي، يعني اخاف اموت، تفهمون شنو اخاف اموت؟ اني دا اقول لكم صحة ما عندي، صحتي انا قدي. يعني اذا تظلون تضغطون علي والله العظيم على ساعة يسكت قلبي ويموت، والقرآن ترى كافي. ترى الانسان دمه لحم، ترى الانسان دمه لحم. والله اني ما عندي يعني قلب من حجر صراحة، يعني ابد ما استاهل ليش كلام. بس لا تضغطون علي، ترى والله العظيم اني صحتي ماكو، يعني اني صحة ما عندي. انتم من تضغطون علي بالكلام اني دا انهار. تخيلوا اني ما يصير انه تمر ساعتين اني ما اكل، يعني تخيلوا صار لي 16 ساعة اني ما ماكله. بس تخيلوا شلون يصير وضعي الصحي، اني وضعي الصحي كلش مو زين، ما عبالكم اني طلعت لكم شكلي زين وهاي، بس وضعي الصحي كلش تعبان. فأمانة الله ورسوله كافي تعليقات سلبية، أنا أقدر أظل مغلسة أقرأ تعليقاتكم بس شو جاوبكم؟ يعني شو أريد أسوي؟ يعني مثلا هو شخص انتقدني، أنا شنو أريد أسويه؟ يعني شو جاوبه؟ مثلا هو ما عجبه محتواي، هو أنا بيج نسائي وكوزمتيك، إذا أريد أسوي إعلان ياخذون علي 50 ورقة 30 ورقة أني أجيب. أنا برقبتي مو نفر ونفرين، هواي أشخاص برقبتي. فكافي تعليقات سلبية، كافي. أنا بشر، أني من دم ولحم وصحتي على قدي، والله العظيم ما عندي صحة أوقف. بالقرآن ما أقدر أمشي، أنتم متخيلين عمري أني 25 سنة ما أقدر أمشي، يعني صحة ما عندي. وصلت لكم الفكرة إنه أني إنسانة ما عندي صحة، عافيتي على قدي، على قد أفتح لايف وأقعد ما أقدر حتى أوقف. أوكي أني حكيت وراح اسلم. شكو شخص يحكي علي بيد رب العالمين اني ما راح اسوي اي شيء، لا سالفه قانونيه. شنو رايكم يا جماعه؟ صح هو اسلوبها بالاعلانات مو حلو، بس مو توصل مرحله انه انت تسبها وتغلط عليها وتشهر بيها
وتنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وتنتقدها. البنية يجوز هي طريقتها بالاعلان هيك. احنا وانا ما اقول لكم عاجبني طريقتها بالاعلان، لا ما عاجبني، لكن ما توصل لمرحله انه انا اسبها او اشهر بها.